سمعت كده خير اللهم اجعله خير، قال لك ايه بقى؟ ان برلين ارخص مدينه في المانيا. انا والله ما اعرفش، زيكم انا ما شفتش المدن التانية. فتعالوا نشوف الاسعار عندنا هنا. ال10 يورو ممكن اشتري بيها ايه من محل الدي الالماني؟ وقولوا لي عندكم نفس ال10 يورو دي تقدروا تشتروا بيها نفس الحاجات في مدينه تانية ولا لا؟ اذا انتوا عايشين في مدينه تانية، واذا انتوا عايشين في اي دوله تانية او مدينه تانية، اكتبوا لي ال10 يورو ممكن تجيب ايه عندكم. يلا بينا. بما اني واحده بتعشق التخفيضات، عندنا هنا ايه بقى؟ الكوسه البيو او اللي هي الاورجانيك ب 99 سنت، فاحنا نجيب كوسه. والجزر الاورجانيك برضو بيورو 59 سنت، ولو عايزه 2 كيلو هيبقى سعرهم 2 يورو و19 سنت، بس انا محتاج بس كيلو فهجيب ده. والطماطم الكيلو ب 2 يورو دي. والخيارايه سعرها 49 سنت، فاحنا نجيب خيارايه. بجيب واحده بس لاني مش بحتاج اكتر من كده، يعني الواحده بس بتقعد معايا كذا يوم والله العظيم. بصوا ما شاء الله كبيره ازاي. والاناناس سعره يورو 79 سنت، فهنجيب اناناسايه. والموز الكيلو بيورو 29 سنت، وهنجيب موز. والفراخ الكيلو 100 جرام سعرها 3 يورو 89 سنت، هنجيب فراخ. وبكده انا جبت فراخ وخيارايه وكوسه وجزر كخضار وطماطم، وجبت كفاكهه موز واناناس وبس. يلا بينا. ودينا اهو على الكاسه، وسعرهم طلع 10 يورو 93 سنت. دي الفاتوره بالظبط طلعت 10 يورو 93 سنت، واشتريت بيها الحاجات دي. اكتبوا لي يلا، تقدروا تشتروا نفس الحاجات ديت ب 10 يورو في المدينه بتاعتكم، ولا فعلا الاسعار في برلين ارخص من باقي المدن؟ ولو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش تيجوا انستجرام. اوكي وبس، ده كان فيديو النهارده. باي باي.